السلام عليكم، انا عبد الله ربيع، موبايل ديفلوبر. ان شاء الله في الفيديو ده هنشرح ازاي تعمل ابلود للتطبيق بتاعك على جوجل بلاي، تطبيق فلاتر من A to Z ان شاء الله. تقريبا يعني الشرح ده صعب تلاقيه عند اي حد تاني، لان انا جمعت كل حاجه. كنت بدور لو في حد يجمع لي كل الحاجات اللي انا عايزها ويبقى فايل واحد كده على طول، هو انا عملت كده يعني. بس فان شاء الله حد يستفاد من الفيديو يعني. طيب، نبدا. اول حاجه ايه اللي هيتشرح؟ اول حاجه هنعمل البريبريشن للتطبيق، بعد كده هنعمل له عمليه السايننج، بعد كده الجرادل كونفيجريشن، بعد كده هنعمل اوبتمايزيشن، بعد كده اخر حاجه نبيلد الاي اي بي فايل. طيب تمام. فلو استفدت حاجه من الفيديو بقى ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وتبقى تبص على قناه التليجرام، هتبقى في الديسكريبشن، ان شاء الله هتلاقي حاجه تفيدك. طيب، ابدا. اول حاجه ان احنا بنعمل بريبير للاب قبل ما احنا نعمله بيلد اساسا. احنا عايزين نغير الاب ايكون ده النوشن فايل. كل ده هسيب لكم اللينك ان شاء الله بعلامة صح كده بشيك ليست، يعني عشان تبقى عارف انت خلصت ايه وفاضل لك ايه. نبدا بالاب ايكون. والاب ايكون ديت انا حاطط لك ديفينيشن كده ليها، ان هي دي الايكون اللي بتبان على جوجل بلاي وبتبقى على التليفونات بتاعت اليوزر. طيب، احنا بنستخدم هنا فلاتر لانشر ايكون. ده اللينك بتاع الباكج، تتك على الباكج على طول، تعمل لها انستول. بعد ما تعمل انستول هتاخد شويه الحاجات اللي انا سايبهم هنا دول، ممكن تعملهم كاستمايزيشن، تزود حاجات. بص على الباكج، بس ده اللي هتحتاجه او اللي انا احتاجته في التطبيق بتاعي، عشان كنت رافع تطبيق شركه او رافع تطبيقات للشركه. احنا الشركه بتاعتنا BOS، ما بنركزش على شويه على حته اللي هو اليوزر اكسبيرينس قوي. يعني مثلا نايت مود واللايت مود، فانت عايز الايكون بتاعت التطبيق تبقى مره نايت ومره باللايت مود. انت فاهمين الحته ديت؟ فاحنا مش مركز الحته ديت. هي في اللايت مود او النايت مود هي الايكون واحده. هل ممكن تتغير؟ ممكن تتغير عادي يعني، مفيش مشكله. فزي ما قلت لكم احنا BOS، فاحنا اهم حاجه يبقى تطبيق شغال، البرفورمانس 100% كويس، الحاجات دي كلها. طيب، هناخد الكام لاين اللي انا سايبه لكم، هنخش على البروجكت بتاعنا ده. والله بروجكت ده انا لقيته عندي، انا قلت يبقى الكيس ستادي، عشان انا رفعت البروجكت وصورت فيديو وانا برفعه لجوجل بلاي، يعني سلخت قبل ما اذبح يعني. المهم، فده كان بروجكت اساسا مفيش غير فايل واحد كنت بشرحه للستودنت في GDSC، فلسه طازه يعني. طيب، هنخش فين؟ تحت فلاتر. اول حاجه تعالوا نشيل الحاجات دي كلها. يعني نفترض ان انت هتبقى شايلهم، بعدين هنقول له هنا دوت سلاش ونديله ستار. هنقول له اي حاجه فيها ستار. نشيل سلاش بس كده. هنقول له نربليس باي حاجه فاضيه خلاص. طبعا عشان انا عندي الفي اس كود فيه مشكله، فهو ما بيعملش فورمات لوحده. طيب، هنيجي فين؟ هنيجي تحت الديبندنسي او الديف ديبندنسي، مش هتفرق يعني. هنحطه كده ونرجعه، ونرجع دول كده معاهم تقريبا. لا كده مظبوطين اهو. وهنا بقى في الايمج اسيتس المفروض تحط اللانشر ايكون بتاعك. فاحنا مثلا عايزين نعمل فايل اسمه اسيتس. انت المفروض تبقى ضايف اسمه ايه ده، الايمج اساسا. هنجيب اي ايمج. انا كنت منزل ايمج كده عبيطه، كنت اعمل لها جنريت اهو. شكرا. دي قلت له اللي ChatGPT يعمل لي جنريت للايمج، قال لي ماشي خد الصوره اهيت. هنعمل في الاسيتس هنا فين؟ احنا تقريبا مسحنا الاسيتس، مش فاكر كانت هنا تقريبا حاجه زي كده تقريبا كده. عايزه لها ايوه، هو كده اراها. احنا عايزين images مش images، وهنسميه هنا اللانشر ايكون. في نفس الوقت هو المفروض يتعرف عليه كده. اول لما يعمل بيلد هيقرا الاسيت من هنا. طيب، نعمله جيت تاني وناخد الانستوليشن. انا نسيت اعملها انستول اساسا. يعني المفروض الحاجات دي ما اعملهاش، يعني انا كنت عايز انجز في الفيديو، فمثلا مش هنعمل سبلاش الحاجات دي كلها. بس دي حاجات اهو، قلت يعني نعمل واحده تشوفوا الدنيا ماشيه ازاي يعني. نعمل كل تيرمينال، دايما نعمل كل تيرمينال. نفتح تيرمينال جديد، نحط اللاين بتاعنا. عملت خلاص كده داونلود الباكج. هنعمل بقى اللاين بتاع الجينيريت اهوت دارت ران.
ده اللاين بتاع الجنريت. واهم حاجه قبل ما تعمل اي حاجه نعمل برانش جديد، نعمل انشالايز ريبو. المفروض انت كده كده بيبقى عندك ريبو والحاجات دي كلها، فهنفترض الموضوع ده انت عامله. هنعمل برانش جديد اسمه مثلا فيت ابلود جوجل بلاي. اهم حاجه عملت اي مشكله، عملت اي حاجه حصلت فانت عايز ترجع، فالبرانش ده هو يعني ايه نقطة الأمان بالنسبة لك. مثلا هنخليه بابليك، اتس اوكي. ده البابليك اهوت، هنقول بابلش كده طلعنا. طيب أول لما يخلص هنعمل create new branch from المين، هسميه مثلا feed upload ده البرانش بتاعنا، نعمله بابلش مش مشكلة. ده كده البرانش بتاعنا خلاص خلص. خلاص انا كده حطيت الايكون. تعال نعمل الجنريت دارت. هو كده بيعمل جنريت الايمج اهو، قال لي كرييت بس كده زي الفل اهو. عمل كرييت الايمج بتاعت التطبيق، وكل دي الحاجات هو عملها بنفسه. احسن ما انت تعملها مثلا الايمج كيتشن والحاجات دي كلها، لا الباكج دي حرفيا وفرت وقت. ياما انت عملت 35 حاجه، هي عملت 35 حاجه في سطر واحد في ضغطه واحده. تخيل انت بقى لو ايمج كيتشن والطريقه القديمه ديت كنا ايه هنعاني. ده كده خلصنا الحمد لله. اول حاجه الاب ايكون، ودي اللي عرفنا يعني ايه اب ايكون. الاب نيم اند اب اي دي اهم حاجه. الفكره في الباكج اللي اسمها ري نيم مش عشان تغير الاسم بتاع التطبيق، لا عشان تغير الاب اي دي. عشان في ناس ياما بتنسى، يعني مثلا ناس وهي بتعمل بروجكت بينسوا يعملوه تبع الاورجنايزيشن او تبع الشغل او تبع اسم الويب سايت او تبع اسم الشركه اللي هم شغالين فيها، فبيضطر بعد كده يعدلوا. يعني انا لما بعمل نيو بروجكت للشركه او انا بعمل اورجنايزيشن بحط الاسم اللي قبل الابلكيشن اي دي عشان ما اقعدش اغيره كل شويه. طيب نفترض انت نسيت وغيرته، هتاخد الثلاثه دول هنعمل كوبي وهنعمل هنا كلير. خلينا نزوم ونقفل كده. خلينا نعمل لدول اسمه ايه ده كوميت كده عشان نشوف الموضوع يتغير ازاي، ونشوف الاب اي دي كان هيبقى ايه وبقى ايه يعني. وانا قصدي بالاب اي دي لو احنا خشيت في البيلد كي تي اس، لا البيلد التاني بتاع الاب، البيلد جرادل بتاع الاندرويد اب اهو. ده الابلكيشن اي دي اللي انا قصدي، اللي هو كوم دوت اكزامبل دوت جي دي اس سي ليسونز والحاجات دي كلها. فهو بيبقى دايما العكس يعني. وده كده البيست براكتس، ان هو تخلي كلمه دوت كلمه دوت، يعني هو 3 كلمات في 2 دوت. انت ممكن مش تشيل كوم من اول مفيش مشكله، بس هو مثلا الدومين بتاعكم مثلا اسمه اكس واي زد دوت كوم، تمام. هو بقى بيعكس بيقول لك كوم بعد كده الدومين بتاعكم عادي. التسميه مش هتفرق هنا، ممكن تشيل كوم تحط اي حاجه اللي انت عايزه، بس اهم حاجه يبقى مش اهم حاجه البيست براكتس ان انت تخليه على الشكل ده يعني. طيب احط اللاين اللي انا عملته. قال لي انت عايز ست اسم التطبيق يبقى ايه. اسم التطبيق هخليه مثلا، خلينا نبدا اول حاجه عشان ما نعديش على السطر تاني. الابلكيشن اي دي اللي هو ده كوم اكزامبل دوت جي دي سي ليسون، هخليه كوم مثلا زي ما هو الربيع دوت الربيعي دوت مثلا عبد الله. اهم حاجه اضمن ان هو مش هيتكرر تاني عشان ما يعملش كونفليكت مع تطبيق وتضطر تغيره تاني وليله يعني. وده كده البندل اي دي او الابلكيشن اي دي بيغيروا في الاي او اس والاندرويد الاتنين مع بعض. والاسم التطبيق مثلا الربيع. تعمل انتر خلاص. هو كده بينزل باكج عمل لها غير اسم التطبيق اهو بقى ايه كوم الربيع عبد الله زي ما احنا عملنا. طيب حلاوه برضو ان احنا عملنا ربطنا المشروع على الجيت هاب وعملنا برانش جديد. انا شايف اللي اتغير، عرفت هنا اللي اتغير اهو. شايف تغيرات كان في الاول كان كده، بعد كده كده حلو، بعد كده كده الانفو بي ليست يعني بتاع اي او اس اهوت كان اسمه جي دي سي ليسون بقى اسمه الربيعي نفس الفكره. وهنا في بتاع ابل في البندل اي دي.
طيب كده زي الفل. خلاص الستيب دي خلصناها، عملنا النيم وعملنا الاب اي دي، نعمل لها كوميت ليس. طيب زي الفل كده خلصنا اول اتنين. طيب السبلاش سكرين نفس الفكره، هنعمل فلاتر نيتيف سبلاش سكرين فايل وتحط الليله دي عندك، وهديكوا بس مش هنعملها مع بعض يعني عشان هنا كده كده اوريدي اكيد انت عارف الموضوع ده، يعني انت بترفع فانت اوريدي عديت على الفايل دي قبل كده. تعمل مثلا يامل، هتحط الليله دي تاخدها كوبي تحطها في الفايل هنا، ودي بتاعت اندرويد قبل اندرويد 12، دي بعد اندرويد 12، ونفس الفكره ديت للاي او اس برضو. وبتحط السبلاش سكرين وبتعمل اللاين بتاع الجنريت. فدي نفترض انها خلصت كده. واللي مش عارف سبلاش سكرين اعمل سيرش عن سبلاش سكرين، ودي اول صفحه تطبيق اليوزر بيشوفها اول ما التطبيق يتفتح يعني. طيب نخش على الاب فيرجن. انا دلوقتي الاب فيرجن المفروض بزوده يعني، او نفترض انت اكيد كده عملت بيلد وبعت التطبيق للتيست وحصل الكيو اي، زي ما انا مثلا ببعت التطبيق للتيست، التطبيق مثلا بيقول لي لا الحته دي فيها باج، عايزين نغير اليوزر بيهيفير هنا، الحاجات دي كلها نضيف. فانت مثلا بتخليه البيلد رقم واحد، الفيرجن رقم واحد 10 او 110 على حسب كام فيتشر انت عملتها، وده رقم البيلد دايما ده لازم يتزود. يعني انت عملت بيلد وبعت تطبيق، عملت بيلد تاني بتزود الرقم ده، عملت بيلد تالت بتزود الرقم ده، حليت حاجه صغيره كده، عدلت حاجه اسم اي حاجه بتزود الرقم ده، عملت فيتشر جديده نوعا ما اكبر اقل من فيتشر جديده واكبر من بج يعني، بتزود الرقم ده مثلا بتخليه واحد. فانت بتزود الرقم ده بتخلي دول صفار، فاهم قصدي؟ يعني ده صفر. طب زودت ده بقى 5، عملت حاجه وحليت مشكله ده بقى 2، فده بقى صفر، وده بيزيد، ده ملوش دعوه، ده بيزيد في اي تغيير هنا انت لازم تزود ده معاهم. تمام؟ هو مش لازما بس عشان ما يعملش كونفليكت معاك يعني اهو. فانا اخليه زي ما هو 0.1.2 مثلا، كاننا عملنا 2 بيلد. تمام؟ وده الديسكريبشن، انت ممكن تحط اي ديسكريبشن هنا. وده الباكج نيم بتسيبه زي ما هو. الباكج نيم قصدي لما بتعمل امبورت لاي حاجه بتلاقي اسم الباكج من هنا بيبقى الباكج نيم بتاعك، يعني لو عملت اي كلاس. طيب البرايفسي بوليسي بقى دي حته مهمه جدا. احنا بنستخدم طبعا اي اي، في الاول كنا بنعملها بمواقع والحاجات دي كلها، دلوقتي احنا عندك اي اي، عندك ممكن كلاين، عندك كوبايلوت، عندك اي شات جي بي تي، اي حاجه اقول له انا عايز اعمل برايفسي بوليسي، بس لازم يبقى قاري البروجكت بتاعك. وانا سايب لك هنا برومت تستخدمه هيسهل عليك الموضوع. والفكره في البرايفسي بوليسي انا بقول لليوزر انا ايه الداتا اللي بلمها، و كان واحد عدى بموتوسيكل. بس الفكره في البرايفسي بوليسي انا بقول لليوزر انا بلم ايه الداتا اللي انا بعملها كولكت. طيب وليه بعمل لها كولكت؟ مثلا عشان اعمل لها مثلا احسن البرفورمانس، اعمل لك بيرسوناليزيشن للداتا بتاعتك او الكونتنت اللي يظهر لك. واخر حاجه انا بعملها بروتكت ازاي، يعني بحميها ازاي، وهل الداتا بتاعتك ممكن تتمسح من عندنا ولا بتفضل موجوده. الحاجات دي كلها يعني اللي ما حدش بيقراها، اللي هو اجري ويا باشا زي الفل وانا اشتريت من عندكم. طيب بالنسبه بقى للبرايفسي بوليسي برضو انا حاطط لك كام ديسكريبشن تبقى فاهم الدنيا. يعني انت مش بنعمل وخلاص، يعني انا بحب في الكونتنت اللي انا بنزله تبقى انت فاهم بتعمل كده ليه. يعني هنشوف شرح دلوقتي شويه حاجات حلوه ان شاء الله يعني. طيب وقلنا البرايفسي بوليسي انت بتعمل ايه كوليكت وبتستخدمها ازاي وبتعملها شير للداتا ازاي، مثلا مع الثيرد بارتي لايبريز والحاجات دي كلها يعني، او مثلا حاطط كراش اناليتكس سنتري اي حاجه من الحاجات ديت، فدي تعتبر ثيرد بارتي لايبراري بتعمل كوليكت للداتا، بتعمل البروسيسنج على الداتا، تعرفك ايه المشاكل، انسايتس في الحاجات دي كلها يعني. ده اقل حاجه. انت طبعا مش هتشتغل مع الاب ايفنت ذات نفسه، مثلا تقول له كام يوزر اتك على البوتون ده، طيب اليوزر اول ما بيخش بيتك على ايه، فاهم الحاجات دي كلها. بس فده كده بروميت انا بستخدمه هنا. اروح مثلا لشات جي بي تي اقول له يا شات جي بي تي فكره البروميت ده ان انا بقول له اكسبلور للبروجكت ده واعمل كريت برايفسي بوليسي. الفكره ديت، وان انا بقول له انا هعمل ابلود للتطبيق لجوجل بلاي، اعمل انالايز للبابي سبيك دوت يامل عشان يعرف ايه الباكج اللي انا ضايفها، بناء على الباكج هيعرف هيحط ايه في البرايفسي بوليسي. وبقول له ان احنا بنلم الداتا وان انا ما بمسحش الداتا والحاجات دي كلها. وقايل له هنا سطر مهم ask me questions that make the task clear. انا كنت عملت عنه فيديو كده تبقى تتفرجوا عليه برضه، سيبه لكم اللينك في الديسكربشن ان شاء الله، ازاي البرومت ده فرق معايا في حاجات ياما.
هو صغير كده بس اهو. بتديله هنا طبعا الاسم بتاع الشركه بتاعك والايميل والفون عشان يعرفوا مين صاحب الشركه، هيرفعوا على مين قواضي والحاجات دي كلها يعني. بس فبتديله كده اللاين، هو بقى هيبدا يسالني شويه اسئله هنا. خليه عقبال لما يخلص. نفترض ان انت خلصت البرايفسي بوليسي، يطلعها لك في ام دي فايل. ثواني انا نسيت اقول له هنا مثلا make it an MD file اهو، make it an MD file. طيب انا كده قلت له اعملها لي في MD file، مهم جدا نعملها في MD file اهو. هيفضل يثينك يعني وهيقعد يسألني والحاجات دي كلها. طيب بعد ما نخلص هنرفع ازاي البرايفسي بوليسي، هنروح على الجيت هاب بتاع الشركة او اي جيت هاب او اي موقع، ممكن الويب سايت بتاعك بس بتاع الشركة يعني. بس لما بنخش مثلا ويب سايت او اي حاجة او الموضوع مش مستاهل ويب سايت، بنعمل نيو ريبو، بنخش نكريت نيو ريبو. الريبوز هنا اهو، بنعمل نيو ريبو. بتسمي الريبو مثلا اسم التطبيق بتاعي مثلا اسمه الربيع مثلا ايه مثلا، وتقول له برايفسي بوليسي. تمام. بعدين تقول له نفترض انت كتبت برايفسي بوليسي يعني، هنقول له خليها بابليك اهم حاجه، ونخلي ديت اد ريدمي فايل اون. تمام. خلينا نعملها نشتغل صح. هو كده اهو بيفكر، عمل اكسبلور للمين، عمل اكسبلور للبيلد جرادل دوت كي تي اس، عمل اكسبلور لكل حاجه، بيعمل انلايز البروجكت. وانا دلوقتي عايز البرايفسي بوليسي اهو. تمام. شيل ديت كده كده هحطها عشان عملنا سبيس فمش هتفرق. بوليسي. طيب كده البرايفسي بوليسي للتطبيق الربيعي اب برايفسي بوليسي مثلا. وهنعمل هنا جنريت للريبو ديت، واحنا قلنا ان هي بابليك. هيخلص اهو، اسالك شويه اسئله. وات اكزاكت يوزر داتا كولكت، انت بتعمل كولكت الفون والنيم على حسب اللوجن او على اي داتا انت بتاخدها الديفايس اي دي، فانت بتقعد ترد على الاسئله ديت. والله بس يعني تقريبا اول الاب يوزج والكراش لوج والديفايس اي دي ده هتاخدهم في اي تطبيق. اي كراش اناليتيك هتحطه او سنتر او اي حاجه بياخدوا الديفايس اي دي، ياخدوا الاب يوزج، بياخدوا الكراش لوج، الحاجات دي كلها دي طبيعي. وبتاخد مثلا لو هتعمل كريت اكونت، تعمل كريت اكونت بايه، بالنيم والايميل والفون، ولا الشركه عندك اللي هي اللي بتعمل الاكونت اليوزرز زي البي او اس عندنا والاي ار بي، احنا اللي بنعمل دومين لكل يوزر الحاجات ديت. طب انت بتعملها كولكت ليه؟ هو بقى يسالك يعني، انت ممكن تساله تقول له اكتب ايه. فالمهم هو يطلع لك ام دي فايل. انا هسيب لكم حوالي 3 او 4 ام دي فايل لاخر 3 او 4 تطبيقات انا رفعتهم فيهم نفس الفكره، وبتحطهم هنا بقى يعني. بتحط الام دي فايل هنا يعني تقريبا مش فاكر اخر ام دي فايل كان على الريبو التانية، مش الريبو بتاعت الشركة. بس بتاخده بعد ما بيعملوا في ام دي فايل، انت بتاخده تحطه كنترول في هنا خلاص، وده بيبقى الام دي فايل بتاعك. تعمل كوميت. تمام. شايف اللينك ده هنحتاجه اهو. اللينك ده اللي هنحطه في البرايفسي بوليسي لما اقول لك انا عايز اللينك بتاعها. بس كده. دي كده انا افترض خلاص احنا كده خلصنا البرايفسي بوليسي، وده التطبيق يعني شكل التطبيق وشكل الايكون. انا مش عارف فاتحه ليه، بس انا فاتحه عشان نشوف سكرين شوت مع بعض، واحنا ازاي بناخد سكرين شوت. واحده واحده هنجيلها. كده خلصنا البرايفسي بوليسي. طيب نفس الفكره في الديسكريبشن، انا او ان انا بعمل جايد جوجل بلاي جايد. ليه بقول له جوجل بلاي جايد؟ عشان هو بيعمل لي تيبل كده، بحطت لي الفيرجن الحاجات اللي انا بحتاجها، فانا بقول له اعمل لي ديسكريبشن. وفكره الديسكريبشن هو بيبقى فيه شورت ديسكريبشن وفول ديسكريبشن. الشورت ديسكريبشن بيبقى لاين واحد كده، والفول ديسكريبشن دي الحاجات اللي بتبقى في التطبيق ده، ايه المشكله اللي بيعالجها ازاي، الحاجات دي كلها، ليه تنزل التطبيق ده. وده البرومت اللي انا سايبه لك برده، هتاخد البرومت ده وتخش اي عندك وتقول برومت، وتقول مثلا ميك ات ان ام دي فايل. الحاجات دي اصلا بيبقى ليها رولز يعني، فانا عشان كده دايما مش بكتب ام دي فايل، عشان الاي اي عندي عارف ان هو لازم يعمله في ام دي فايل. بس كده. وكده انت هتبقى خلاص بروجكت ديسكريبشن. والبروجكت ديسكريبشن ده اللاين اللي احنا نحطه في جوجل بلاي. طيب اخر حاجه السكرين شوت، ده هيلبر ميثود.
هتحطها في الديفلوبمنت بس وانت بتاخد سكرين شوت. نفترض ان انت في شركه مثلا بتدور على اليوزر اكسبيرينس والحاجات ديت او الشكل، فانت كده كده اليو اي اكس اللي معاك في الشركه هيديك زي ما تقول الامبوردنج سكرين اللي بتبقى على جوجل بلاي او الانترو سكرين بتبقى على جوجل بلاي والابل ستور بالسايز بتاعهم بكل حاجه. فانت كده كده هتاخدها من اليو اي اكس ديزاينر. طب نفترض انت في بي او اس زي حالاتي وما عندكوش اساسا يو اي اكس ديزاينر، اهم حاجه الشغل يطلع يبقى فيه برودكتيفيتي يعني. فانا بناخد اللاين ده بنخش في المين اهوت، شكرا، بخش في المين بحط اللاين ده هنا. بعد انا مش عايز ستاتيك ده عشان كنت بحطه في الاب فانكشن الهيلبر يعني اللي انا بستخدمه، واعمل له سيف. هو بيقول لي انا عايزها اويت، اقول له مفيش مشكله ريموف ان اويت. طيب هو عايز نعملها الاستدعاء هنا اهو. طبعا يعني انت بقى تحط شويه الحاجات بتاعتك، تعمل هنا مثلا انشور فلاتر بيندنج. هو عمل ايرو، كان عايز زي ما قلت السطر بتاع الفلاتر بيندنج اللي هو نضمن كل حاجه حصل لها انيشاليزيشن كويس عشان ما يتضربش معانا الايرور ده. طبيعي ده تيست تطبيق، فاكيد انت هتبقى عامل الحاجات دي كلها. قول له جاتت اهو. عمل هنا هيدن للستاتس بار، فانت تعرف تاخد بقى سكرين شوت وتبقى السكرين شوت حلوه يعني. دي بس الفكره. بعد ما تخلص تبقى تشيل بقى ايه اللاين ده. وفي الديفلوبمنت يعني كده كده الشغل ده بيبقى كله في الديفلوبمنت، بيبقى في برودكشن في فليفرز والحاجات دي كلها. هتعمل ستارت التطبيق وايه هتظهر معاك يعني. بس كده. وكده خدنا سكرين شوت. بتقعد تاخد سكرين شوت حوالي 8 صور من 8 ل 10 بتلاقي سكرين شوت حلوه وعشان تترفع على جوجل بلاي. ده كده اول سيكشن الحمد لله خلص معانا. خلصنا الحاجات دي كلها. البري بيلد سيكشن خلصنا الاب نيم الاب اي دي السبلاش سكرين الاب ايكون الابلكيشن اي دي الاب فيرجن البرايفسي بوليسي البروجكت ديسكريبشن اللي هو وسايب لكم البرومت ده تحطه هيطلع لك ان شاء الله اللي انت عايزه يعني. والسكرين شوت خلاص خلصناها. نكمل بقى نيجي الستيب رقم 2 اللي هو نعمل ساين للاب. انا سايب لكم الرابط على طول نخش عليه. ده اللينك بتاع ساين ذا اب. لو انت لينكس او ماك زي حالاتي بتاخد اول لاين هنا، لو انت ويندوز بتاخد التاني. طيب انا هاخد الكوماند ده واحطه هنا، والكوماند ده لما اجي اعمله رن مش هيشتغل. هقول لكم ليه دلوقتي. كنترول في المفروض اتاك انتر. بس قبل ما اتاك انتر تعال نشرحه مع بعض عشان تبقى فاهم ايه المكتوب. دي الطريقه بتاعتي في الشرح يعني افهمك ايه المكتوب. اول حاجه الكي تول ده جافا تول يوز تو كرييت سايننج كي. حلو، يبقى دي اسم التول اللي احنا بنعمل بيها سايننج كي. طيب الجين او الجنريت كي ده الكوماند اللي بيعمل جنريت نيو كي. الموضوع بسيط جدا مش محتاجه حاجه يعني. طيب الفي اللي هو بيوريك شويه ديسكريبشن كده الدنيا ايه اللي حصل فيها. الكي ستور اللي انا بقول له يعمل لي كي ستور واحفظه لي في الاسم اللي اسمه ابلود كي ستور. طيب دوت كي تي اس ده الامتداد بتاع الفايل اللي هو اسمه هنا ستور تايب كي جي كي اس اللي هو جي كي اس. انا مش عارف جبت تي منين بس هو جي كي اس اهو ستور تايب جي كي اس. طيب تمام، يبقى انا فهمت ان هو ده بيعمل لي كي ستور وبيسموه لي بالاسم ده وبيحفظ لي الداتا فيه. طيب الكي الجوريزم التشفير بتاع الالجوريزم اللي هو الار اس اي، اكيد انت سمعتوا عنه قبل كده في الكليه خدناه. كان في ماده بتاعت التشفير اللي هو اول واحد عمل تشفير وايام اليونان والرومان اللي هو كان بيبدل حروف الحاجات دي كلها يعني. والكي سايز بتاع نفس الفكره. الكي سايز بتاع الانكريبشن كي 2048 بايت والفاليديشن بيقعد 10000 يوم يعني حوالي 20 سنه تقريبا. وده الكي واحنا بنعمل له ابلود ده الاسم بتاع الكي. تمام، ده كده برضه عشان تبصوا عليهم بصه عشان تبقى انت فاهم كل حاجه انت كاتبها ليه. شايفين سلاش ديت او العلامه علامه التقريبا ديت او مش فاكر اسمها ايه. ده كده الباث يعني الهوم دايركتوري بتاع اللينكس او الماك يعني اهو الشكل كده. العلامه ديت كده معناها ان انا واقف على الهوم دايركتوري او الباث. فانا اوريدي عملت قبل كده كرييت لكام واحد. فهو لما يجي يعمل كرييت لما اجي اعمل فاير الكوماند ده هو هيقول لي انت في اوريدي واحد انت عامله قبل كده دخل الباسورد بتاع القديم. فانا لا، فانا اقول له لا انا عايز اعمله في البروجكت بتاعي. فانا هغير الكومنت ده بقول له بدل ما انت تعمله في الروت في الهوم روت او الهوم دايركتوري لا اعمله في البروجكت اللي انا شغال عليه دلوقتي. تمام،
برضو عشان نشوفه مع بعض اهوت. يديني ايرور هنا، يقول لي انتر باسورد، هقول له مثلا اي باسورد، انا كده بكتب باسورد، هيقول لي الباسورد غلط. ليه؟ اللي هو باسورد الكي ستور باسورد واز انكوركت، اللي هو بيقرا الكي ستور القديم او بتاع اي بتاع اسمه ايه ده بروجكت تاني. فانا مش عايز كده، انا عايز اقول له لا يعمل لي جنريت كود في الفايل ستراكشر بتاع في البروجكت ستراكشر هنا. طيب فانت برضو عطلت في اي حاجه، خش عندك اي اي قول له انا عايز اعمل جنريت للكي ستور في البروجكت ده. طيب انا سالت الاي اي وخلاص، الاي اي اداني اللاين اللي انا اغيره بتاع الباث ده، عشان دايما كنت بتلخبط فيه. فاهم حاجه نعمل كوميت للحاجات اللي احنا عملناها قبل كده، ومع كل ستيب بنعمل ايه كوميت ونبوش الكود يعني، او مش نبوش يعني. كنترول في، المفروض هيعمل لي جنريت البروجكت في الاندرويد اب المكان بتاعه، بس في البروجكت بتاعي ده هنقول مثلا دخل باسورد، الباسورد ده المفروض تفتكره، فاحنا هنعمله مع بعض مثلا من 1 ل9. يقول لي دخل باسورد تاني، هو كده قرا المكان فعلا هيعمله في البروجكت بتاعي 1 ل9. انت المفروض الباسورد بقى بتعمله كويس وبتحفظه الحاجات دي. بقول لي مثلا الفيرست نيم واللاست نيم بتاعك، مثلا نقول عبد الله مصطفى. الاورجنايزيشن نيم هقول له تيست، او لو انا مش عارف اقول له انتر، خلاص انتر. برضو السيتي بتاعت الكسندرية دولة يا باشا. الستيتس برضو هقول له اليكس برضو. الاسم بتاع التو ليتر بتاع الدولة بتاعتك اي جي، انتر. بقول لي خلاص اديني كده تمام، اقول له يس. فبقول لي ري انتر الباسورد اللي انت لسه مدخلينه عشان نضمن 1 2 3 4 5 6 من 1 ل9. بس يعني هنلاقيه هنا الكي باسورد مفروض هيتحط، مفروض يظهر هنا. لو ما ظهرش هنا يبقى هو قرا غلط، هو قرا غلط. ماشي اهو. انا مش عارف فين الباث ده، بس يعني فين الاندرويد اب. تعال نقوم نفتحه الكونتينج فايل. هو اهو، بس ماشي. بس انا مستغرب ازاي جيت هاب ما قراهوش في الاول. المفروض يعني هو مش بيبقى محطوط له اجنور على طول في الاب في الاندرويد. ايوه اهو، حرفيا هو حطه في المكان بتاعه اللي هو في الاندرويد والاب على طول. تمام اهو الاندرويد اب. طيب هو حرق علينا خطوه كده، بس مش مشكله. يبقى احنا كده فهمنا الكي ستور بيتعمل ازاي، وعملنا له جنريت، وفهمنا كل كلمه هنا معناها ايه. طيب هنبقى للكي بروبرتيز، يعني ده الطريقه اللي هو الكونفيجريشن بقى بتاعت جرادل، اللي هو بيفهم او بيقرا بيها الكود الكي ستور اللي انت عملته. طيب بنعمل فايل اسمه كي بروبرتيز، الخصائص بتاعت الكي اللي احنا عاملينها، وبنحطه في الاندرويد. هنيجي كده في الاندرويد، خلينا نقفل ده ونقفل ده. نيجي في الاندرويد اهو، هنعمل نيو فايل. الماوس جاي يعلق دلوقتي. طيب كي بروبرتيز، بس اهو في الاندرويد مظبوط، والكي بروبرتيز وبره اي حاجه. هتاخد ال3 دول او ال4 دول كوبي، نحطهم هنا فيه. طيب ال4 دول ده الستور باسورد والكي باسورد اللي هما اللي احنا عاملينه من 1 ل9. نفس الفكره بتحطهم هيك كده، مفيش اي سبيس. ده الكي الايز، الاسم بتاعه الابلود اللي احنا عملناه هنا اهو. الالايز اسمه ابلود، فانت لو غيرت الاسم ده لازم تغير الاسم ده. فانا ما تغيرش اي حاجه، سيبه زي ما هو، سيبه زي ما جوجل بتقول لك. وده الستور فايل في اللينكس بنحطه كده. ممكن ما يقراش معاك في الاول او يعمل لك مشاكل وانت بتعمل ابلود للكود في حته الويندوز ديت. فانت هتاخد لاي اي اي او تاخد الباث بتاعه من هنا فين في الاندرويد، كوبي ريليتيف باث، هتحطه هنا مثلا. فاهم قصدي؟ تحطه كده، يعني هتشيل الباث ده اهو وتحط الباث ده كده بس. او ممكن تاخد الباث كامل يعني اهو. هتلاقي بيكتب لك الويندوز بقى والهارد اللي انت واقف عليه، الحاجات دي كلها عشان تضمن ما يحصلش معاك اي مشاكل. بس كده خلصنا الكي بروبرتيز وعرفنا هو بيعمل ايه، وفهمنا كل واحده منهم ايه دول. هنعمل بقى اد للفايل اجنور، ده اللي كنت بقول لكم عليه في الاول. الموضوع ما كانش بيبقى محطوط في جيت هاب. ليه؟
او ايه الخطوه اللي احنا بنعملها؟ انا بحط الفايلز ديت في الدوت اجنور بتاع جيت هاب، يعني بقول الحاجات ديت ما تترفعش على جيت هاب نهائيا، انا ببعتها للديفلوبر اللي معايا، او انا شغال على البروجكت بخليها في البروجكت، او برفعها في حته انا عارف المكان ده، عشان افترض ان هم يعني انت خلاص هتسيب الشركه، فبتديهم الفايلات ديت عشان يعرفوا يرفعوا بعد كده، بدل ما يعملوا تغيير ويغيروا السايننج والحاجات دي كلها. فالمهم انا بخش على جيت ديت اجنور اهوت، وبقول له هتلاقيهم هما محطوطين يعني، ما علينا، اصل هما المفروض كانوا يتقروا هنا، ماشي. طول ما ده اتقرا فاهو، يعني هو دلوقتي مقري فين؟ في جيت هاب. اول ما نحط التو لاينز دول هيعمل له اجنور على طول، بس كده اهو. المفروض دلوقتي هيعمل اجنور للفايل ده. عالكسفة اللي انت فيها يا حازم. طيب هو المفروض برضو يعمل اجنور، انا مش هسيبه لحد ما يعمل اجنور، واحط دول واشيل اول تو ستارز، يعني بقول له اي حاجه ونحط سلاش، او ممكن نحط اندرويد. على فكره انا لو شلت الاندرويد كده والكي بروبرتيز، المفروض كي بروبرتيز صح. طب تعالوا نبوش الكود ده كده، نديله ستيجنج. ده المفروض ما يتقراش، هو المفروض ما يقراش الكي ده. انا كاتب الاندرويد، كاتب الكي بروبرتيز، انا اتاكد ان انا حاطط الاسم بتاعه صح، انا مسميك صح اهو. ايوه انا كنت شاكك في الموضوع، انا كنت كاتب الاسم غلط، ماشي اهو. هو الكي بروبرتيز كده المفروض يتشال، ايوه اهو كده مش موجود. ولو شلنا الاربعه دول او الاتنين اللي تحت كده، انا مش محتاج الاتنين دول، ورجعت دول شلتهم، هيظهر هنا، المفروض هيظهر هنا دلوقتي اهو، لازم يظهر هنا. عالكسفة اللي انت فيها يا حازم. او مش هيظهر زي ما التاني ما ظهرش من اول مره، يعني الدول هتلاقيهم محطوطين فين؟ في الجيت اجنور اللي هنا، ايوه هم محطوطين اساسا في الجيت اجنور بتاع الاندرويد 5، فكده زي الفل. عايز تحطهم في الجيت اجنور اللي بره مفيش مشكله، مش عايز تحطهم مفيش مشكله. يعني ساعات البروجكتات القديمه ما كانش بيتحطوا فيهم التو لاينز دول، فهديك انت فهمت الدنيا. يعني انا بقول لفلاتر او بقول لجيت هاب ما تعملش ابلود الفايلز دول بس. فانا كده خلصت الحته ديت، هعمل لها هنا كوميت ونبوش الكود. نيجي لستيب رقم 3 واخر ستيب، معانا ان احنا بنعمل كونفيجريشن للجراد الحاجات اللي احنا عملناها. فبنخش باللينك ده بتاع الدوكيومنتيشن. طيب انا جديد اهوت، عندي البيلد جرادل دوت كي تي اس، خش كده هلاقي نفس الاسم. طول ما هو نفس الاسم خلاص يبقى احنا كده شغالين على الجديد. فين؟ خش مثلا في اي حاجه الاندرويد اهو، بيلد دوت جرادل دوت كي تي اس، يبقى انا كده شغال على الكوتلين دي سي ال الجديد. طيب هناخده الثلاثه دول. شايف هو حاطط لك هنا لاين، يعني انت حط اللاين امشي معاه. في الاندرويد اب فوق فين؟ فوق البلاجن. طيب اندرويد اب بيلد كي تي اس قال لك فوق البلاجن، يعني هننزل هنا هنسيب لاين اللي هو كان سايبه ونحط الاثنين دول هنا بس. هو في ايه؟ لا ثواني، انا خدت ايه كل ده؟ ده هو خد الموضوع كله. لا انا عايز التو لاين دول بس كده واحطهم فوق بس كده. طيب ايه اللي بعده؟ قال لك تحت البلاجن بتحط الاربعه دول اهم. تحت البلاجن بتسيب لاين، وفوق الاندرويد بيبقى سايب لاين. طيب تحت البلاجن وفوق الاندرويد هنسيب تو لاين ونحطهم في النص بس. يبقى احنا سيبنا لا كده 2 لاين واحد. هو اللاين مش هيفرق قد كده، بس انت بتمشي معاه ريح نفسك. يعني هم قالوا لك حط لاين، حط لاين يا باشا، عينيا يا باشا اللي انت عايزه. طيب هنخش برضو في الاندرويد اب في الكي تي اس زي ما احنا واقفين في الاندرويد في الساين كونفيجريشن. هناخد السكشن ده كله كوبي فوق البيلد تايبس، فوق البيلد تايبس اهو، حطه هنا بيلد، خلي ديت على نفس الاستقامه بتاعتها وكده صح بس. طيب قال لك في البيلد تايبس غير كلمه ديباج خليها ريليز. هقول له مفيش مشكله، هقول كلمه ديباج. يا عم خد اللاين كله والله ما هزعلك، مع ان كلمه ريليز بس اللي هتتغير، بس ايه ريح دماغك اهو. وقال لك هنشيل التو لاين دول، ما لهمش اي لازمه خلاص عشان دول اساسا كومنت.
بس كده خلصنا الحاجات اللي عايزها. طيب وكده عملنا الفينش للسايننج في البيلد دوت كي تي اس، الجراد دوت كي تي اس. طيب بنعمل بقى خطوه ثالثه اللي هي بنعمل اوبتمايزيشن للبرفورمانس واوبتمايزيشن وبنقلل ريسورسز في حاجات مش محتاجينها. هو واحنا بنعمل البيلد بيعرف ان الصور ديت مثلا مش مستخدمه او الفايلات بتاعت الاكس ام ال مش مستخدمه فبيشيلها. طيب دي ساعات بتعمل مشاكل، اقول لكم ايه الحل بتاعها. هناخد التو لاينز دول هما، انا هحط لكم حتى كومنت عشان تعرفوا هما بيعملوا ايه، عشان ما تبقاش انت بتاخد كوبي وبيست وخلاص. قال لك فين في الريليز، في الريليز تنزل كده حط بيست، وهنطلع على تو لاينز كده بس يبقى كلهم نفس الفكره. طيب اول واحده من فاي انيبل اللي هو بيعمل لك كده كود شرينك اند اوبتمايزيشن، والتاني از شرينك ريسورسز، انت بتعمله ترو ريموف ان يوزد ريسورسز لايك ايمج اور اكس ام ال فايلز ذات ار نوت نيدد. بناخده التالت حاجه بتاع البرو جارد اللي هو بيحل المشكله. طيب مشكله ايه؟ ساعات هو بيعمل مينيمايز للريسورسز، بيبقى في حاجات احنا بجد احنا عايزينها بس هو ما بيعرفش ان احنا عايزينها فبيشيلها، فالحاجات دي ما بتشتغلش، بتضرب بقى مع التطبيق بتاعك، والتطبيق ما بيرضاش يتعمل له بيلد. فاهم قصدي؟ فالبرو جارد فايل ده بيمنع الاوبتمايزيشن للفايل ديت، بيقول لك احنا الحاجات ديت هنحتاجها في الران تايم والتطبيق شغال، فما تعملهاش مينيمايز يعني ما تشيلهاش، سيبها موجوده. تمام؟ هناخده برو جارد كده وهنحطه تحتيهم هنا في الاخر. هو تقريبا انا نسيت كنت ناسي قوس فممكن نزوده، هنشيل اللاين ده بس. انا نسيت اخد اللاين ده اهو بس كده. ايه تاني؟ طيب البرو جارد بقى اللي انا بقول له مثلا ده اكزامبل برو جارد اهو، بقول لك sometime optimization removes code that is actually needed at runtime. برو جارد بيقول الرولز، بيقول الار 8 اللي هو بيعمل عمليه الاوبتمايزيشن واللي بيشيل الريسورسز اللي احنا مش محتاجينها، بقول له الكلاسز ديت احنا محتاجينها ما تشيلهاش. انا ده حاجه زي كده جينيريك او حاجات عامه، يعني مثلا زي جوجل بلاي، فاير بيز سيرفيس. لو انت استخدمت اي بلجن في التطبيق بتاعك على حسب التطبيق بتاعك هيقول لك حطها في البرو جارد فايل. مثلا كنت شارح فيديو وانت بتعمل ازاي تعمل فيديو كول، فهم كانوا طالبين وانت بتعمل فيديو كول تحط اللينك بتاعها فين في البرو جارد، فانت بتاخد الفايل ده زي ما هو كده. قبل ما تاخد الاسم بتاعه برو جارد رولز برو كنترول في الاندرويد اب اهوت. في الاندرويد اب بيبقى عند جنب الكي تي اس، جنب الجي كي اس الابلود كي، نعمل نيو فايل كنترول في، بيبقى زي شكل القطه تعبانه كده، ناخده كوبي او تحطه هنا بيست بس كده اهو. حاطط لك هنا اساسا اكزامبل هو بيعمل ايه. انت هتشيل اللاين ده كده، ده كده كومنت يعني كده. اللهم لك الحمد، خلصنا تقريبا كل حاجه، غطينا كل حاجه في الكود. فاضل اخر حاجه، يعني حطينا الفايل ده اهو، هبقى اشيله من فوق. انا اتاكد عشان حسيت ان انا كتبته غلط. ايوه كان في سطر ناقص بس كده، هو كده كتب صح ماشي. يبقى ده هنشيله من هنا وهنحط ده بس كده. اخر حاجه بقى بتعمل بيلد الاي اي بي، وانا بستخدم اللاين ده. في الطبيعي اي تطبيق انت لازم يبقى فيه فليفرز والحاجات دي كلها، فالتطبيق ده عشان تيست وحاجه بسيطه كده ما فيهوش فليفرز، فاحنا هنستخدم اول اتنين اللي هو اول واحد اللي هو بيعمل فلاتر كلين، بعد كده بيعمل فلاتر باب جيت عشان يشيل الكاش اي حاجه ويعني يبني على نظافه يعني. وبعمل كده فلاتر بيلد باندل اهو، فلاتر بيلد اب باندل تقريبا، مش فاكر الكومنت. طيب خلينا نعمل فلاتر كلين، نعمل كل خلاص، نحط الاثنين، نعمل ستارت بيلد، هو يقعد ينظف ويجيب الباكج فلاتر بيلد اب باندل اهو، ونعمل انتر. هو بقى بيقول لك لما انت بتعمل مينيفاينج للريسورسز والحاجات ديت البيلد ساعات بيطول، فدي ما فيش مشكله، بس الموضوع بيبقى صعب لما ما ينفعش تعمله في الديباجنج مود. طبعا هيبقى صعب ان انت تعمل ديباج والحاجات ديت، مفيش حد بيعمل اي الحاجات دي كلها في الديباج مود، والموضوع ده بيتعمل في الريليز مود يعني. بس كده
ولما يخلص ان شاء الله يبقى احنا كده خلصنا اول فيديو، ان احنا بنعمل عملنا البري بيلد، بعد كده عملنا السايننج، بعد كده عملنا الكونفيجريشن، عملنا الاوبتمايزيشن، وجهزنا التطبيق. هو ضرب معاك ايرور كده حلو، هنشوف الايرور ده بتاع ايه. بيقول لك في مشكله في البروجكت كيت اس لاين 55. طيب حصل معانا مشكله زي كده، انا صراحه انا مش عارف ايه السبب، وانا اكيد مش هقعد اقرا، ممكن اوقف الفيديو واشوف المشكله. بس انا اقول اللاين زي ما هو كده اهو، واعمل له كوبي على اي اي، اعمل له نيو شات، اديله واخليه بلاش الاكسترا هاي عشان ننجز، خليه الميديوم ونعمل ستارت. اشوف ايه المشكله، قول لنا في مشكله ريليتد بالاندرويد كونفيجريشن. هيشوف يقرا المشكله ويقول لنا البروجارد فايلز تقريبا في مشكله. هو عدل ايه؟ هنشوف هو عدل ايه دلوقتي مع بعض اهو. هو ادى سبيس هنا، ما اظنش دي المشكله، وشال كام قوس من تحت. طيب خلاص هو عايز يتست، هقول له خلاص يا عم انا هتست، وهشوف في جيت هاب هو عدل ايه بالظبط. هنعمل كلير، هنعمل كنترول في، نعمل بيلد، اقول له سكيب، اقول له اوف. تعالوا بقى نشوف هو عمل ايه اساسا. تعالوا نفترض ان الحل صح يعني. في البيلد كي تي اس تمام، يعني هو زود السبيس هنا. هو الحل بتاعه صح وفعلا ابتدى يبيلد. طب احنا كنا عملنا ايه غلط؟ كانت السبيس دي لازقه. ماشي بص انا سيب لكم السكشن ده كله اهو، خدوا كده زي ما هو كوبي. الحمد لله المشاكل دي بتحصل عشان ما حدش يقول لي انت مدينا كود بايظ. بس وشير الريليز ديت اهو، الكود بتاع الريليز بس زي الفل كده. شكرا، خلاص انا كده خلصت الحاجات ديت، انا مش عايزها، وكده الفيديو ده خلص. هعمل كومنت الحاجات دي كلها. طيب بوش الكود قبل ايه، يعمل كومنت الحاجات الجديده ديت. هو كانسل، لا مش ده، اعمل لي الكوميت مسج، وقبل لما يعمل بيلد. هو بقول لك بيطول يعني شويه، فمفيش مشكله. نعمل كوميت يس البوش. خلاص احنا كده عملنا ساين كيو وعملنا زي الفل يعني. مش عايز اقفل الفيديو ده لحد ما الدنيا تبقى زي الفل اهو. عمل فعلا ريديوسنج الريسورسز، الحاجات اللي دايما اللي بتشوفها. بس كده البيلد، وكده عمل اهو الاوتبوت ده اللي هنرفعه على جوجل بلاي، اللي هو الريليز اب اي بي. والفكره ليه الاكستنشن مش اي بي كي؟ عشان جوجل بلاي بتعمل كاستمايزيشن لكل جهاز. فمثلا التطبيق عندنا هنا مثلا 39 او قرابه هو 40 ميجا يعني. فانت اليوزر لما بينزله بيبقى مثلا عليه 5 6 ميجا او 10 ميجا بالكتير يعني، بتبقى كاستمايزيشن على كل تطبيق. كده الحمد لله خلصت، الحمد لله ان الايرور ظهر معانا. فنعمل هنا صح. وان شاء الله لو استفدت من الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب، وان شاء الله تبص بص كده على قناه التليجرام. واللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.